انا بقالي سنه بعمل الثامبنيلز بتاعتي رغم اني مش جرافيك ديزاينر، وفي منها فعلا اللي شكله حلو جدا، واقدر اقول لك مليون في الميه الاي اي غير اللعبه تماما. ففي الفيديو ده هتخرج منه وانت عارف ازاي تعمل ثامبنيل لنفسك او لحد غيرك وتكسب منها فلوس. وعلى فكره احنا هنعمل الثامبنيل اللي موجوده في الفيديو ده وهيكون لينا سيطره كامله على الاي اي، مش بس سايبين له يعمل لنا اي سباجيتي وخلاص. فتعال نخش على الفيديو على طول، بس ما تنساش انك تستغفر ربنا وتصلي على النبي، وما تنساش برضه تعمل لنا لايك وسبسكرايب، ونخش على الفيديو. في اتجاهين عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. اول اتجاه هو انك تكون عارف انت عايز تعمل ايه والفكره في دماغك بس انت مش عارف تطبقها بايدك. وتاني واحد انك تشوف حاجه عجباك او في فكره عجباك ونحاول نقلد زيها، او تخلي الاي اي يساعدك كمان بانه يديك افكار كويسه. تعالى مثلا ندور مع بعض على الفكره بتاعت الفيديو النهارده، بس بعينينا كده نشوف ايه الافكار اللي احنا ممكن نعمل زيها. ديت شكلها معقول شويه، فتعالى ناخد ديت اكنها هي الفكره الاساسيه، ومش هطلب منه يعدل على الصوره اطلاقا، انا بس عايزه يخلي لي الصوره دي اكنها برومبت انتو برومبت. ميك شور بس ان هو مش بيقول لك هنا ان احنا بيفتح نانو بنانا. التركايه هنا بقى اللي محدش بيقول لك عليها، ان فكره ان جيميناي او اي اي عامه ما بيعرفش يوبريت في نفس الرساله، انت بتبقى محتاج تكلمه في اكتر من صفحه تانيين في نفس اللحظه. بمعنى صح، احنا دلوقتي خدنا هنا منه البرومبت بس مش هخليه يحولها لصوره تحت، انا فقط هاخد البرومبت وهتوكل على الله. دلوقتي احنا هناخد بس البرومبت ديت هنا كوبي، وهنشوف هو كاتب ايه. بيقول لك ازاي تعمل سامنيل ويز اي اي كاتبها بالانجليزي. احنا طبعا مش عايزين سامنيل بالانجليزي، فاحنا هنروح تاني لنيو بيج وننتقل من نيو بيج ديت ونعمل كنترول في. لما نيجي هنا نكتب، هنيجي عند الحته اللي هي بتاعت هاو تو ميك ا سامنيل ويز اي اي، هقول له مثلا في 10 دقائق بس باستخدام الاي اي. وندوس برو طبعا لو عندك، او لو عندك سينكينج يبقى ممتاز. تمام، نخليها هنا برو ونقول له انتر. فاحنا كتبنا نفس الكلام بس غيرنا التكست وخليناه يعمل صوره. هنشوف دلوقتي هو يقدر يقدم لنا ايه. ما كانش كده هنعدل على التكست بحيث ان احنا نحولها لشكل تاني. جميل، هو ادانا حاجه مبدئيه دلوقتي. انا عاجبني فكره الصوره، بس في نفس الوقت مش عاجبني فكره ان الثامبنيلز اللي هنا مختلفه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل لديت داونلود، ومره تانية هنروح لشات مختلف تماما. طبعا انت عندك انك تجيب الثامبنيلز بتاعتك مثلا من عن اليوتيوب القديم. نخش على فيو، هندوس اوبن ايمج نيو تاب، ومن هنا نسيف الصوره وهنسيفها رقم واحد. بيقول لك في صوره اسمها رقم واحد، مش مشكله، ريبليس. ناخد كمان صورتين نفس الفكره، اوبن نيو تاب وسيف الايمج. اعذرني، هخش افتح الفايل، هندوس F2 ونكتب رقم 2 بحيث تكون سهله واحنا بننقل الصور، وفي نفس الوقت سهله واحنا بنكومينيكيت مع الاي اي. ناخد مثلا خلطه ساتو السريه برضو، ندوس هنا رايت كليك اوبن وسيف ايمج از ونسميها رقم 3. طبعا ده اكستنشن اسمه اي كيو بيجيب لي السيتنجز ديت، بس انت تقدر تجيب الثامبنيل باي طريقه انت عايزها. ادي الثامبنيلز، اقول له غير الثامبنيلز اللي في الصوره للفايلات اللي هبعتها لك، وهجرب حظي وادوس انتر. وهنشوف دلوقتي احنا ادينا له كوماند بسيطه جدا، هنبدا نشوف هل هيقدر يعملها زي ما احنا طالبينها ولا نضطر نعدل عليها شويه. زي ما احنا شايفين الكوماند باظت تماما، الاي اي عكه ملهاش حل. طيب هنعمل ايه؟ هنرجع نعمل اديت للبرومبت اللي احنا اديناها له فوق ونكتبها له بشكل اليق شويه. هنفتح نيو تاب بالاي اي ونبعت له الصوره اللي احنا اوريدي خدناها منها، ونقول له اكتب لي برومبت. انت كده بتشرح له على طول انت المفروض تعمل ايه، وكتبنا له اللي احنا عايزينه، ونقول له بس اكتب لنا برومبت من غير ما تعدل في الصوره. بيقول لك موديفاي اونلي الكونتكست وريبليس الفريم. هناخد الكلام اللي هو بعته ده كوبي. بيقول لك ايمج ويز وصف الصوره الاول، هنا نكتب مثلا ايمج فايل نيم نمبر 1، وناخد ده كمان كوبي، نمبر 2 ونمبر 3. بدأ يعك عك مش طبيعي عشان احنا استخدمنا الفاست. تعال ناخد الفايل خالص وكوبي تاني ونيو فايل بيست، نختار المرة دي سينكينج عشان المرة اللي فاتت ما اخترناش سينكينج، ونبدأ نضيف نفس الفايلات بتاعتنا مرة تانية. ممتاز، عمل لنا المشكلة بتاعتنا أخيرا اتحلت. الصور اتنقلت بالثامبنيلز التانية وكتب بالظبط كل حاجة زي ما احنا عايزينها. وهنا تقع المشكلة الأخيرة، اللي هو أنا مش البنت اللي موجودة في الصورة دي. أتمنى بس مش أو أتمناش. anyways، دلوقتي عايزين محتاجين نغير الست اللي موجوده في الصوره ديت ليا انا شخصيا في وسيلتين. يا اما اديله صوره قديمه واقول له حولها لي كصوره بالاي اي، او اسهل على نفسي كل الكلام ده كله واتصور نفس الرياكشن بالموبايل بتاعي وابجريد الصوره بنفس الافكت.
نبعت الصوره للجهاز بتاعي. انا شخصيا بحب ابعتها لنفسي، كمان كده كده مش تفرق كواليتي، ببعتها لنفسي على الواتساب، وافتح الواتساب عن طريق الويب واستلم الحاجه بتاعتي. لو عندك طريقه تانية تبعت بيها الصور بتاعتك من جهازك لموبايلك والعكس من غير ما توصل، بليز بقول لي عليها. دي الصوره بتاعتنا، هنعمل لها داونلود ونرجع تاني للاي اي ونقول له افتح لنا شات تاني. هل يا ترى يعرف يعملها المره دي ولا برضه هيعك؟ هنشوف. لودنج نانو بنانا المره دي، فده بشيره خير يعني. آه ده اغرب بج حصلت في حياتي عامه. اعتقد المشكله في الكومنت. خلينا مره تانية نروح نحط الصوره، نحط ده، نتاكد انها سينكينج ونتاكد انها كرييت ايمج، وهنقول له remove the girl from the first and colors وندوس send. داش ار اختصار كلمه ريشيو باي ذا واي، فور سام ريزون الاي اي بيفهمها اكتر من ان انت تكتب له خلي الدايمنشنز ذا سيم. انا مبسوط ان في بجات كتيره ظهرت النهارده بحيث اوريك ازاي تتعامل معاها. معظم الوقت الموضوع بقى اسهل من كده، وفعلا زي ما احنا شايفين الموضوع اسهل من كده. بس ايدي مشاوره في حته تانية خالص. فهنحاول نخلي نضيف بقى على هذه. خلينا بس نحفظ الصوره ديت عشان ممكن نحتاجها. خلينا نضيف هنا ليفت سايد، او ممكن كمان كنا نقول له ميرور، بس خلينا نجرب دي الاول. يعني ممكن نقول له بس ميرور الصوره. خلينا نجرب. مشكلتي برضه كان المفروض اصور صح. تحفه، اخيرا وصلنا للصوره اللي احنا عايزينها. الصوره جميله وكواليتي ممتازه، وده اللي انا عايز اوصل له في الاخر. ولكن عندي مشكله بسيطه، ان حاسس ان الكواليتي اوف شويه. هنعمل لها داونلود ونروح نفتح نيو شات، وفي نيو شات دي كده شويه حبكات بسيطه احنا اصلا مش محتاجين نعملها. الصمنيل بتبقى صغيره ومش محتاجه انها تكون بالتفاصيل ديت. بس احنا دلوقتي بنليمت تيست نفسنا وبنليمت تيست الاي اي. ما عرفش يعملها، هنعملها في حته تانية. يعتبر حسن الكواليتي شويه، شال السبوتس اللي موجوده على التيشيرت ودلوقتي بقت اكبر. هناخد بقى الصوره نفسها وننتقل مع بعض البرنامج اللي هنعمل فيه اللمسات الاخيره. هنفتح برنامج افينيتي، او لو انت عندك فوتوشوب اتس يور كول. الصراحه انا شخصيا بحب برنامج افينيتي لانه مجانا بالكامل، فمش محتاج ان انا يعني انت فاهم مش محتاج تعمل ايه. هنجيب الثامنيل بتاعتنا، دراج ودروب في البرنامج اللي من اختيارك. زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا مشكله اللي هي اللوجو موجود بتاع جيميناي وفاضح الدنيا خالص، ورغم ان احنا كده كده مش مخبين فكره انه اي اي، احنا بس مش عايزينها تبقى موجوده في الصوره. فبالتالي باي برنامج انت عندك هتبقى عندك حاجه زي ام بينت براش. كل اللي انت محتاج تعمله بس انك تدهن الحته اللي انت عايز تشيلها. فاحنا هندهن مع بعض جاست اللوجو، يبقى هنا شيلنا اللوجو وخلاص. الصوره شكلها تمام. طبعا مش بيرفكت، ممكن نجو ان ديتيلز اكتر فيها ونعمل اللي احنا عايزينه، بس احنا مش عايزين نعمل كده. ونشوف بقى اي تفصيل انت عايز تعملها. تخيل مثلا نخلي ديت لونها احمر، ما نخليش ديت بيضه، ممكن نخلي دي بس الاحمر. وانا شايف كده ان شكلها بالنسبه للعنايه اعتقد انها ممتازه. دي وسيله من الوسائل، بس تعال نجرب وسيله بتاخد وقت اقل وانا بحبها اكتر، الا وهي ان انا ارسم بعيني اللي انا عايز اعمله. ممكن مثلا نفتح ابلكيشن الرسام، ومن هنا هبدا اقول انا عايز اعمل ايه. نفس الفكره ديت بس هبدا انا اطبقها بنفسي. هقول له ان هنا في القلم عادي، هقول له ان هنا في شخص راسه مثلا تبقى كبيره كده، ماشي، وصباعه مشاور هنا. ده خلينا نقول مثلا ده كتفه، تمام. خلينا نعمل عينين وبقه مفتوح، وهنعمل الثامبنيلز بتاعتنا مثلا اكبر شويه. فاحنا هنعمل مثلا ثامبنيل واحد، تمام، وهنرقم ديت هنا واحد، وهنرقم دي هنا اتنين، وهنرقم دي هنا تلاتة باي شكل ممكن. مش محتاجين يعني نخليها بيرفكت. وهنيجي ناخد سكرين شوت ونروح للاي اي المفضل بتاعنا ونقول له نيو. وهنا البرومبت اللي احنا كتبناها كتبنا له تفاصيل الحاجات اللي احنا عايزينها بتفاصيل دقيقه شويه، مش قوي بس دقيقه حبتين، وضفنا له الصور اللي احنا عايزين يبدلها زي ما قلنا له هنا في البرومبت، وخليناها ثينكينج وخليناها نانو بنانا. وهندوس سبميت ونشوف هيقدم لنا ايه. وعلى فكره لو عندك اي اسئله، انا بطلع لايف كل يوم ما عدا يوم الجمعه. هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن لو حابب تيجي تسال اي سؤال، او لو مش لايف ساعتها ممكن تسالني على الانستجرام، برضه هسيب لك اللينك تحت. حلوه بس مش عجباني اطلاقا. هنضيف عليها واستخدم thumbnails وحافظ على نفس مقاسات عن غرفة جيمنج. تحفة. هو غيرني تماما. احنا لسه ما قلناش يغير وشي، بس حتى الان تحفة في 10 دقايق بس باستخدام الاي اي. يب، الكلمة بايظة خالص تحت باستخدام الاي اي، بس الفكرة وصلنا لها اخيرا. يعني احنا وصلنا لحاجة احنا عايزينها. فهنرجع تاني نقول له، خلينا نحطها بين قوسين محاولة غبية، يعني محاولة اي حاجة دلوقتي هنشوف. هنحاول نفهم عليه اي بيعمل ايه، وندوس ابديت زي ما هي بالظبط. بقت احسن بكتير جدا.
رغم ان الباك جراوند مش عجباني بس احسن بكتير. في 10 دقايق بس باستخدام الاي اي ممتاز. عندنا تو اوبشنز، نكمل فرق مع الاي اي شويه او نحتفظ بالصوره دي. بس خلينا نحتفظ بالصوره ديت عشان لو في حاجه غلط حصلت يبقى معانا مرجع نرجع له، لان اللي احنا بنعمله بيأدت على البرومبت اللي قبليها، فبالتالي ما بيبقاش عندنا فرصه ان احنا نرجع للصوره ديت، وده اللي مخلي يعني الستايل كويس. ناخد بقى الصوره ديت ونعمل اديت مره تانية على نفس البرومبت، وهنكتب ان احنا عايزين الباك جراوند كلها تكون من الجيمنج. فهنكتب هنا ايه؟ ضيف من عندك باك جراوند تكون نفس خلفيه في الصوره الاخيره، اعتقد دي هي اللي ملخبطاه. واعمل باك جراوند لغرفه جيمنج معمول لها بلور وبوكي، وندوس انتر. مرة تانية بدأ يعك، فبالتالي حرفيا مش هنعمل اي حاجة غير احنا ندوس اديت ونديله اي كلمة. ممكن نعمل سبيس وندوس ابديت مرة تانية. في 10 دقايق بس باستخدام الاي اي انا شايفها دلوقتي تحفة، رغم ان اتجاه الثامنيل مش نفس الصباع اللي انا كنت محتاجه، بس انا دلوقتي شايفها ممتازة ودي اللي احنا نستخدمها. هنعمل لها داونلود وننتقل مع بعض لصفحة تانية أخيرة فقط عشان ننقل وشنا من الصورة دي للصورة دي بنفس الصورة اللي احنا خدناها. الجميل في الموضوع بقى ان احنا نقدر نعمل ريسايكل، يعني احنا خلاص احنا اوريدي كتبنا الثامنيل ديت، احنا اوريدي كتبنا الفيس سواب ديت قبل كده. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا بس ناخدها كوبي ونروح لنيو شات ونحط الصورة الجديدة ونقول له بيست، بس مش ريموف بقى ده جيرل بقى، ريموف ده جاي، يعني ريموف ده جاي، ونقول له حط هنا صورتي. فين الصورة اللي احنا جبناها من الواتساب؟ ونتأكد انها ثينكينج ونتأكد انها جنريت ونبعت سند ونسمي الله، وان شاء الله نكون خلصنا مع بعض الصورة والصمنيل اللي احنا عايزينها. تحفة، كل حاجة زي ما احنا عايزينها. ممكن بقى اتك عليه شوية باني اقول له ظبط الكالرنج والاضاءة اللي على وشي on his face. تصدق كان المفروض نضيف كلمة سينماتيك، بيحبوا كلمة سينماتيك او الاي اي بيظبطها وبيفهم الفكرة سريعا يعني. ماشي، ظبط الالوان شويه، البلاك بلاك ودقني مظبوطه، والتيشيرت نضيف شويه حبه برضو، ممكن نضيفه حبه بقى في البرنامج بتاعنا. واوفر اول الصوره انا شايفها ممتازه 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 ممتازه، وفعلا دي اللي ممكن استخدمها، دي هتكون الفاينل ايمج. فبالتالي هنعمل داونلود زي ما احنا عارفين، ونرجع مره تانية نخش على افينيتي كانفا ونختار كانفاس تكون بالمقاس اللي احنا عايزينه اللي هو 720 1280 720. كرييت وننقل الصورة بتاعتنا هناك، دروب. تمام. طبعا نحتاج نغير المقاسات بتاعتها، في سنة صغيرة مقصوصة فاحنا هنكبرها سنة زيادة على اللزوم كمان عشان نضمن انها تبقى بنفس الكواليتي. وطبعا وات ايفر البرنامج اللي هتستخدمه، احنا عندنا هنا في افينيتي الابلكيشن مسميها ان بينتنج براش تول، وهمسح جاست سيلكت الصورة وهمسح اللوجو بتاع جيميناي ولا اكن في حاجه حصلت. هنضيف بقى على كده شويه حاجات بسيطه انا كنت حابب اعملها بس ما حبيتش، ما عرفتش اعملها بالاي اي، اللي هو مثلا انضف التيشيرت من شويه شوائب عشان ما تبقاش تلخم العين بتاعه المشاهد بس. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان دي الحاجه الوحيده اللي بتدعمنا. ولو عندك اي اسئله اسالني تحت في الكومنتات او على الانستجرام او على تويتش زي ما انت عايز تماما. كان معاكم اكس ويب ماستر، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.